هلا هلا، شلونكم دادا؟ شو اخباركم؟ اليوم جبت لكم حلا سهل وكلش طيب وعلى طريقتي التيراميسيو، بس بطريقتي اني. احتاج هذا الكعك، هو خاص للتيراميسيو. اسمه شنو اسمه؟ تلقوه بالمحلات او بالافران. اذا ما متوفر استخدموا اي بسكت عادي، مو مشكلة. جبن وقشطة ونسكافيه مخلوطة بماي وكراميل وشانتي. أبلش أخلط المكونات. أفرغ أكياس الشانتي بالعلبة وأخلي عليها القشطة والجبن. بناتي هنا أنا الوصفة الحقيقية يخلون نسكافيه، أنا ما راح أخلي نسكافيه، راح أخلي كراميل. أحسها تطلع أطيب، فعلا طلعت أطيب. بنات الكراميل أكو ظرف جاهز كراميل موجود بالمحلات، بس أني راح أستخدم كراميل أنا مجهزته. إذا تحبون الطريقة مالته أنزلكم إياه اكتبولي بالتعليقات، أنزلكم الكراميل هذا على طريقتي، وبنفس الوقت أنا أنزلكم الكراميل اللي يصير باودر شلون نسوي بالبيت. يعني إذا ما متوفر عندك كراميل الجاهز سوي هذا بالبيت، وإذا متوفر عندك أو مثلا مستعجلة استخدمي الجاهز، اثنيناتهم نفس الطعم. هسه أنا مسوية هذا راح استخدمه. خليت ملعقتين كبار وأبدي أخلط المكونات. فأنا ضفت علبة الجبن وعلبة القشطة. انتو مخيرين أي قشطة أي جبن متوفر عندكم، المهم يكون مو مالح الجبن، تقدرون تضيفوه. والكراميل هذا إذا متوفر، وإذا يعني أي نوع متوفر عندكم تقدرون تخلوه. يعني هنا خليت لكم هواية خيارات، تقدرون تسووا بالبيت وتقدرون تشتروه جاهز. هنا النسكافيه والماي خلطتن حتى أجهزهن وأبلش أخلط بالمكونات. بنات إذا قدرتوا توفرون هذا الكعك أو البسكت العادي، بالحالتين تغمسوهن بالنسكافيه وترصوه بالبايركس. بنات هذا الكعك يصير شوي متين، فغمسوه عدل تمام حتى يصير طري. بنات هذا الحلا سويته الخميس بالليل، فيصادف ثاني يوم الجمعة يصادف رجعة أم زوجي وأمي من العمرة، فقررت أسوي لها هذا الحلا وراح أكتب عليه عمرة مقبولة. راح أشوفكم طريقة الكتابة، أنا ما قدرت أنزله بصراحة كنت تعبانة. فاليوم يلا منتجته باكر إن شاء الله يصادف زكريا، فإذا تحبون نفس الطريقة تكتبون زكريا بنفس الطريقة اللي أنا راح أكتب عليها.
خلاص عندي قالب التيراميسو، بقى بس أزين الوجه، فعدلت الكريمة اللي وبقت عندي، فعندي هذا البسكوت وبقت من الكريمة اللي سويناها، فقلت أسوي قالب صغير هسه ناكله، وبدأت نفس الطريقة هم أغمس البسكوت وأرتبه طبقات ويا الكريمة، إحنا ما عندنا شي يندب كله نستغله. بناتي هنا راح أعلمكم شلون تكتبون على الحالة، تكتبون زكريا، عمره مقبولة، عيد ميلاد، اسم أحد، كيفكم أي شي تسووا، المهم تكتبون الكلمة اللي تردوها وتقصوها من الأطراف شلون هسه أنا مسوية. هنا صادف يوم الجمعة، أني من الخميس مخليتها بالثلاجة، يعني عفتها يوم كامل، السطح مالتها يعني الوجه مال الحلا بارد فما يلزق، وبديت أثبت الكلمة عليها، يعني مو أول ما تخلون الحلا الكلمة بعد تلزق وتتخربط شكلها، تبقوها بالثلاجة كم ساعة، يلا تثبتون عليها الكلمة. هسه أنا بلشت أثبت الكلمة و
رشيت الكاكاو الباودر وشلت الأحرف اللي أنا خليتهن، وطلعت الكلمة واضحة بهالشكل. بنات تنسون من نفسي وتنسون النقاط. وهيج شكل كمل الشكل النهائي للحلا. وهذا كان حفل استقبال أمي من العمرة، ربي يقسمها إلنا وإلكم، وإن شاء الله عجبكم الفيديو واستفاديتوا منه. لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. نلتقي بفيديو آخر، مع السلامة.